رجل إلى الإمام الصادق. هاي رواية كلش جميلة، رواية كلش جميلة. الآن ملك الموت قال لرسول الله: يا رسول الله إني أقلب الوجوه، أقلب الوجوه، إذا دخلت إلى البيت أقلب بالوجوه، أقلب وجوه أهل ذلك البيت. الآن أوصل أجله أقبض الروح، إذا ما وصل أجله يبقى حي. فإجا رجل إلى الإمام الباقر عليه، رواية جميلة للغاية، اسمعوها. دخل رجل على الإمام الباقر قال له: يا ابن رسول الله إن ملك الموت يدخل في كل بيت 5 مرات باليوم، 5 مرات. قال له: نعم. قال له: فكيف نحس بوجوده؟ الآن هاي الرواية كل جميلة، اسمعها. الآن ملك الموت دخل في بيتي، إذا دخل في بيتي شلون أعرف على أن ملك الموت الآن بالبيت؟ كيف أعرف؟ الإمام الباقر يجيب، قال له: اعلم يا رجل، اعلم يا رجل إن لكل إنسان، اسمع الرواية جميلة، إن لكل إنسان خلال اليوم 5 وقفات، 5 وقفات سكوت، يسكت الإنسان 5 مرات. هذا كأنه متحير، يعني ينظر إلى مكان إلى جانب ويسكت. تأخذه سكتة، صمت هائل. يعني أنت قاعد في مجلس، قاعد في بيتك، أطفالك يلعبون، وزوجتك تتكلم والتلفاز يشتغل، فد مرة أنت تسكت لك ما يقارب دقيقة. هذا سكوتك، كل إنسان 5 مرات باليوم يسكت كأنه متحير ساكت. قال له: إن سكوتك ملك الموت، ملك الموت يقلب خديك يمينا وشمالا. إذا أنت ببيتك قاعد فد مرة سكتت، أو أنت في سفر سكتت، أو أنت في مجلس الناس تتكلم أنت ساكت، هاي لحظة سكوتك ملك الموت قاعد يعاين عليك، ينظر إليك ويقلبك، أوصل أجلك أم لا. هذا ملك الموت في كل يوم يزور الناس بأجمعهم. نظر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال إلى جبرائيل، التفت إلى جبرائيل قال: يا جبرائيل كفى بالموت طامة، الموت حقيقة طامة يعني عظيم، وحش الموت. جبرائيل قال: يا رسول الله ما بعد الموت أطم وأعظم. الموت صحيح طامة كبرى عظيم، لكن بعد الموت أطم وأعظم يا رسول الله.